مساء الخير، مرحبا. تحب نوصي شيء ست؟ أمريكانو حار. أمريكانو حار. أستاذي قهوة سادة. قهوة سادة. تحب نوصي شيء بعد؟ سلامتك. نورتونا عيب. شكراً. شنو اللي يخليك مهتم بقضية أميرة سامان؟ أشتغل بمنظمة دولية تهتم بملفات الفساد قيد التحقيق ونكتب عليها دراسات. انتحار أميرة سامان left a lot of questions unanswered باعتبارها كانت متورطة. شنو شنو؟ آسف. يعني ماتت وتركت هواية أسئلة وراها. شوف، هي كانت متهمة وما ثبت عليها إنه هي متورطة، والملف انسد بصفقة سياسية. قبل ساعات بس من موتها فتح تحقيق مرة ثانية. شكراً للتوضيح. ممكن أسألك سؤال؟ شنو اللي يخليك تقولين أميرة سامان انقتلت وما انتحرت؟ حتى قبل ساعة كان مجرد شك، بس هسه عندي شيء جديد. وشنو هذا الشيء الجديد؟ أشوفك. مستحيل. أنا من البداية قلت هاي جريمة قتل مو انتحار. راحة الميت وسكينته بتأجيل الدفن. ليش ما انتظرتوني لحد ما أجي؟ ألا ترون أن غلق القضية بهذه السرعة على أنها انتحار قبل صدور تقرير الطب العدلي قد يثير الكثير من التساؤلات؟ ايه هاي التقاليد. إكرام الميت دفن. أي تقاليد هاي اللي تحرم الابن يمشي بجنازة أمه؟ خليك بعيد عن هذا العالم هذا. كل من أساء للفقيدة ولو بكلمة واحدة سيتحمل وزرها في ضميره وفي سجل أعماله. هل أنت على يقين أن السيدة أميرة سامان ماتت انتحاراً حقاً؟ زوج أختها طيف محقق. سمعت؟ يعني هاي يحركها ضيف. هذا من أهم أسباب كآبتها وحزنها. أم كانت هذه تصفية للطبقة السياسية لغلق ملف الفساد الذي كان يطالها بالكامل؟ إيش بيك؟ لا ماكو شيء، يعني لأن اشتاقت لك ودا أفكر بيك طول اليوم، بالي يمك، يعني أفكر أجي أشوفك كم يوم. أمي ماتت مقتولة. أنا اللي نهيت حياتها. شفت؟ زوجها عارف ما قبل يشرحون الجثة، لأن بس تشريح الجثة راح يبين إذا هي فعلاً منتحرة لو أحد دافعها مثلاً. يعني لو صدق منتحرة مثل ما يقولون، عارف المفروض أول واحد يهمه تشريح الجثة حتى يقطع الشك باليقين وما يصير اللي صار. أستاذ زيد، خير؟ آسف. أنا لازم أروح، عندي اجتماع مهم. آسف. وش بي هذا؟ عرف الحساب علي؟ السفلة ما عندهم شغف خصومة، عرفوا لنا نختارهم. خطيتها برقبتهم ورقبة كل واحد حفر له. نعرفهم واحد واحد والدور جاي عليهم، البادي أظلم. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب. آمين. احنا قلوبنا تفطرت عليها، سودة علي، الله ينتقم من كل ظالم. حتى وهي ميتة يحفرون جواها، ناس ما تخاف الله. خلينا نقرأ لها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين. من الصراط الأنبياء. ليش ما خليتهم يشرحون الجثة؟ ليش؟ آدم؟ فهمني ليش؟ آدم إيش بيك؟ شنو هالدخلة هاي؟ لو كنت خايف لا ينكشف الموضوع.